في منحى جديد لتطورات الأوضاع الأمنية في العراق، خاصة بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية وتولي القوات المحلية ملف الأمن، هزت مجموعة من الانفجارات المتزامنة والهجمات بقذائف المورتر أماكن متفرقة بالعاصمة بغداد، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى. الانفجار الأول استهدف بسيارة مفخخة مقر وزارة المالية العراقية في محيط المنطقة الخضراء شديدة التحصين، ما أدى إلى تدمير واجهة الوزارة بالكامل، فضلا عن إلحاق أضرار واسعة بمجمع الصالحيات السكني المقابل لمباني الوزارة. وبعد دقائق على الانفجار الأول، هز انفجار آخر أشد الشارع الموازي لوزارة الخارجية، مسقطا العدد الأكبر من القتلى ومحدثا حفرة بعمق 10 أمتار. على ذات الصعيد، أشارت الشرطة العراقية نقلا عن حراس بمقر الأمم المتحدة، أشارت إلى أن قذيفة مورتر استهدفت مجمع المنظمة داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين. وتأتي هذه الانفجارات التي تعتبر الأشد في العاصمة بغداد منذ خروج القوات الأمريكية من المدن العراقية، في وقت حذرت فيه بعض مصادر الحكومة عن نشاط جهات ودول معينة لزعزعة الأمن والاستقرار في العراق.